سلامتكم. من أهم المواضيع اللي فرقت التوانسة في العشر سنوات الفائتة وخلت اتهامات متبادلة اللي هي موضوع الاغتيالات السياسية، خاصة اغتيال المرحوم شكري بالعيد والحاج الإبراهيمي. وكانت الناس تعتبر أن السلطة اللي كانت قائمة قبل الانقلاب 25 جويلية كانت متكتمة على الموضوع وضالعة فيه، وكان قيس سعيد من قبل الانقلاب يقول على أساس أو يشير على الأقل على أنه عنده المعطيات وأنه يعرف شكون. اليوم تو عنده عامين، السلطة الكل في يده، التنفيذية القضائية الأمن في يده، الدنيا الكل. اليوم تقريب واجب مقدس أنه يقول لنا شكون اللي وراء الاغتيالات هذه. إذا كانوا يعرف يقول لنا، إذا كان ما يعرفش يقول لنا زاد اللي هو ما يعرفش، وإذا كانوا يعرفوا ما نجمش يقول لمواضيع نتاع أمن قومي، وهذا نجم نتفهموه لأنه فما تنجم تكون أنه أطراف أجنبية وبلدان أخرى ضالعة وما يحبش يعكر العلاقات. على الأقل يقول لنا أنه الأطراف الداخلية غير ضالعة باش نفهموا بعضنا احنا كتوانسة وين الواقع والحقيقة في الاغتيالات هذه اللي ما نجموش نتماداو ونعيشوا مع بعضنا ونكون عندنا ثقة في بعضنا إذا كان السؤال هدايا مازال يقعد فيه عليه نقطة استفهام.